بيبتدي فيلمنا النهاردة مع شاب اسمه تايلر اللي بيكون مهووس بالطبخ من صغره وعنده شغف انه يزور اشهر المطاعم في العالم علشان يدوق كل انواع الاكل. وفي يوم بيقرر تايلر انه يسافر لجزيرة هوثرون علشان يزور مطعم الشيف سلويك، وده من اغلى المطاعم في امريكا واحسنهم في التقييم. ولان المطعم ده مش بيسمح بدخول حد غير لما يكون معاه مرافق، فبيضطر تايلر انه يدفع فلوس لبنت اسمها مارجو عشان تروح معاه على انها حبيبته. وبتبدأ رحلة الثنائي للمطعم على يخت كبير بيكون فيه 10 اشخاص رايحين نفس المطعم، ومن ضمنهم ناقدة الطعام المشهورة ليليان اللي جاية مع تاد المساعد بتاعها عشان تكتب رأيها في الأكل اللي بيقدمه المطعم. وأول ما بيوصلوا الزباين للجزيرة بتستقبلهم إلسا، ودي مساعدة الشيف اللي بتكون متفاجئة في الأول من وجود مارجو لأن اسمها مش موجود في الكشف. فبيعتذر لها تايلر وبيقول لها إن البنت اللي اتفق معاها ما قدرتش تيجي، فمارجو هتحضر مكانها. وبعدها بتبتدي إلسا تاخدهم في جولة في الجزيرة وتشرح لهم تفاصيل عن طريقة تدخين اللحوم اللي بتتم في أكواخ مقفولة عشان يحافظوا على قطعة اللحم تفضل طرية وطعمها لذيذ لما تتقدم للزبون. وبتعرفهم إلسا إن كل اللي بيشتغلوا في المطعم عايشين في مكان واحد في الجزيرة ما عدا الشيف اللي بيكون عايش لوحده في كوخ صغير في الغابة. وفي الوقت ده بيطلب منها تايلر إنه يروح عند الكوخ، لكن إلسا بتقوله إن هما نفسهم مش مسموح لهم يروحوا هناك. وبعد شوية بيوصلوا الزباين للمطعم، وفي البداية بينزل لهم وجبة مقبلات واللي بتكون عبارة عن أنواع نادرة من النباتات والطحالب مطبوخة بطريقة معينة. وبنلاحظ إن كل الموجودين وخصوصا تايلر بيكونوا مبهورين بطعم الأكل والطريقة اللي بيتقدم بيها. وبيدخل القاعة الشيف سلويك واللي بيعرفهم إنه هيتقدم لهم وجبات كتير النهاردة لكن بكميات محدودة عشان ما يشبعوش، وده لأن أهم حاجة في الأكل هو تذوق الطعم والاستمتاع بيه. وبعد كده بيأمروا الشيف المساعدين بتوعه إنهم يقدموا الطبق الرئيسي الأول للزباين، وبيقول لهم إن الطبق ده اسمه الجزيرة، وده لأن كل مكوناته متجمعة من الجزيرة اللي هم فيها، من أول النباتات المزروعة لحد نوع الأسماك النادر اللي صيدينه بنفسهم من المحيط. وبتختلف آراء الزباين على الطبق ده لأن أغلبهم ما بيكونوش عارفين أصلا هم بياكلوا إيه، وخصوصا مارجو اللي تعبيرات وشها بتبين إنها مش مرتاحة في المكان لكنها مضطرة تكمل اليوم مع تايلر عشان تاخد المبلغ اللي اتفقوا عليه. وبعد شوية بيدخل الشيف سلويك مرة تانية وبيأمر المساعدين انهم يقدموا الطبق التاني واللي المفروض انه العيش الخاص بالمطعم واللي اساسا مشهورين بيه ومعاه مجموعة من الصوصات المختلفة. لكن الغريب في الموضوع بقى هو ان الشيف مش بينزل لهم عيش مع الطبق وبيقول لهم ان العيش ده اكل الفقراء والناس العاديين، لكن زباين الشيف سلويك هم ارقى ناس في العالم وعشان يستمتعوا بالاكل اكتر فالاحسن ان ما يبقاش فيه عيش. وفي الوقت ده كل الموجودين بيكونوا فاكرين ان الشيف بيهزر وهينزل لهم العيش بعد شوية، لكنهم بيتفاجئوا انه بيتكلم بجد وان مفيش عيش فعلا. ولان تايلر مهووس بالطبخ بالمعنى الحرفي فهو الوحيد اللي بيكون مستمتع بالاكل عكس باقي الزباين. اما مارجو فبتكون غضبانه لانها حاسه ان اللي حصل ده اهانه ليهم فبتقرر انها ما تاكلش، لكن ده بيضايق الشيف اللي بيجي يسالها هي ما بتاكلش ليه، فبتحرجه وبتقوله ما يتدخلش في حاجه ما تخصوش وبتطلب منه يسيبها ويمشي. وبنشوف بعد كده آن مرات رجل الاعمال ريتشارد اللي بيكونوا قاعدين على الترابيزه اللي جنبهم واللي بيتشبه على مارجو وبتقول لجوزها انها مش فاكره شافتها فين. وبنلاحظ ساعتها ان ريتشارد بيكون متوتر وبيقول لها انه ما شافهاش قبل كده وبيطلب منها تغير الموضوع. وبعدها بيرجع الشيف اللي بيقدم الطبق الثالث وبيقول لهم ان اسمه طبق الذكريات وبيعرفهم بامه العجوزه وبيحكي لهم انه في يوم ابوه رجع البيت سكران كعادته واتخانق مع مامته خناقه كبيره لدرجه انه اخد سلك التليفون وكان بيخنقها بيه. وطبعا لانه كان طفل وقتها فحاول بكل الطرق انه يوقفه عن اللي بيعمله لحد ما اخد مقص المطبخ وغرزه في فخده. ومن وقتها اليوم ده اتحفر في ذاكرته وبقى بيفتكره كل سنه. وبسبب القصه دي بنلاقي ان الطبق الثالث بيتقدم معاه مقص وبيكون مغروس في قطعه اللحمه بنفس الطريقه اللي الشيف حكى عنها. وبيلاحظ الزباين ان الشيف نسي المره دي وقدم لهم عيش مع الوجبه، لكن الشيف بيقول لهم ان العيش ده مطبوع عليه ذكرى خاصه لكل واحد فيهم. فمثلا الناقده ليليان بيكون مطبوع على العيش بتاعها اسماء المطاعم اللي اتقفلوا بسبب تقييماتها السيئه عنهم. اما رجال الاعمال سيرين وديف وبريس فبيكون مطبوع على العيش بتاعهم مستندات مزوره بتوضح انهم كانوا بيتلعبوا في الضرايب، وده طبعا بيصدمهم لان المستندات دي ممكن تدخلهم السجن. فبينادوا على إلسا وبيهددوها بانهم هيقفلوا المطعم لو ما قالتش المستندات دي وصلت لهم ازاي، لكن إلسا بتقول لهم انها مستحيل تفضح طرق الشيف السريه. وعلى الترابيزه اللي جنبهم بتكون آن متعصبه لان العيش بتاعهم بيكون مطبوع عليه صوره جوزها ريتشارد وهو بيخونها مع بنت تشبه مارجو، لكن طبعا ريتشارد بينكر انه ليه علاقه بالموضوع ده. وبالنسبه لتايلر فبيكون مطبوع على العيش بتاعه صورته وهو بيصور الاكل في المطعم، مع ان إلسا
حذرتهم قبل كده ان مش مسموح بالتصوير في المكان. وفي الوقت ده بتقوم مارجو من على الترابيزه وبتدخل الحمام تشرب سيجاره، لكنها بتتفاجئ بالشيف داخل وراها حمام السيدات عشان يقول لها ان عدم اكلها من الطبق بتاعه يعتبر اهانه كبيره في حقه، لانه تعب كتير عشان يقدمه بالشكل ده. وبيسالها ايه اللي ما كانش عاجبها في الطبق بتاعه، فبتسيبه مارجو وبترجع لتايلر. وبعدها الشيف بيقدم الطبق الرابع واسمه الفوضى، وقبل ما يتقدم للزباين بينادي الشيف على جيرمي المساعد بتاعه وبيقول لهم انه من اكفأ الطباخين اللي اشتغل معاهم، وانه هو اللي عمل الطبق اللي هينزل لهم بعد شويه. وبيحكي لهم الشيف بعد كده عن طموحات جيرمي الشريره اللي كان بيحلم يشتغل في المطعم بتاعه من زمان عشان يسرق مكان الشيف في يوم من الايام ويتشهر زيه، لكن طبعا ده مش هيحصل ابدا. وبنلاحظ ان جيرمي بيكون متوتر جدا وما بينكرش الكلام اللي الشيف قاله. وبعدها جيرمي بيقرر انه ينتحر وبيقتل نفسه بمسدس وسط صدمه كل اللي في المطعم لانهم مش مصدقين اللي حصل قدامهم. وبيقول لهم الشيف ان ده جزء من برنامج المطعم اليومي، وبيطلب منهم انهم يهدوا عشان يستمتعوا بالطبق الرابع اللي بيكون اسمه ارقد في سلام يا جيرمي. وفي الوقت ده بيكون كل الموجودين فاقدين اعصابهم، وخصوصا رجل الاعمال ريتشارد اللي بيقرر انه يمشي هو ومراته، لكن إلسا بتقول له ان مفيش مراكب على الشط دلوقتي ومش هيقدر يتصل بحد لان مفيش شبكه في الجزيره. ولما الشيف سليويك بيلاقيه عامل فوضى في المكان بيقرر يقطع له صباعه عشان يكون عبره لكل الموجودين اللي بقوا متاكدين ان الشيف ده مريض نفسي وانهم بقوا محبوسين في المكان ده. وبعد شويه بيطلب الشيف من مارجو انها تروح له الاوضه، وبيقول لها ان من اول ما جت المطعم وهو عارف ان في حاجه وراها، وان اسمها مش مارجو اصلا ولا حتى المعلومات اللي قالتها لتيلر حقيقيه، وان وجودها النهارده بوظ له الخطه بتاعته. فبتعرض عليه مارجو انها تقول له كل حاجه عنها مقابل انه يسيبها تمشي دلوقتي، لكن الشيف بيصدمها لما بيقول لها ان محدش هيخرج حي من الجزيره النهارده، وبيعرض عليها انها تنضم للطاقم بتاعه. وهنا بتتاكد مارجو انهم وقعوا تحت ايد مختله عقليا. وفي الوقت ده بيكون تايلر متضايق لانه افتكر ان الشيف عزم مارجو على طبق جديد في المطبخ من غير ما يقوله لحد، فمارجو بتضربه بالقلم على وشه لانه مش عارف حجم المصيبه اللي هم فيها. وبعدها بيقوم ديف من على ترابيزته وبياخد الكرسي وبيحاول يكسر الازاز عشان يهرب، لكنه بيفشل في الاخر وبيضطر يرجع يقعد على ترابيزته حسب اوامر الشيف اللي بيقدم لهم مشروب يهدي اعصابهم. وبعدها بيصارحهم الشيف بالحقيقه وبيقول لهم انه جابهم النهارده هم ال 12 بالذات عشان ينتقم منهم، وده لانهم ناس مهملين في حياتهم. فمثلا ريتشارد ومراته ان زاروا المطعم اكتر من 10 مرات لحد دلوقتي، لكنهم ما يعرفوش اسم طبق واحد من اللي اتقدم لهم قبل كده عشان مهملين ومش مقدرين المجهود اللي الشيف عمله عشانهم. اما الناقده المشهوره ليليان فبسبب تقييماتها السيئه في مطاعم كتير اتقفلت وناس كتير خسرت شغلها، وبيعرفهم بعدها ان المطعم والجزيره يبقوا ملك رجل الاعمال المشهور دوج فيريك اللي بيمول المشروع بتاعه، واللي من فتره قرر انه يتدخل في مكونات الاطباق اللي بيقدمها عشان يرضي اصدقائه الاغنياء، وده اللي هيخليه يعاقبه زيهم. وبيفاجئهم الشيف بعد كده لما بنلاقي رجل الاعمال فيريك مربوط بحبل وهيترمي في الميه من ارتفاع كبير جدا، فبيترجوه المساعدين بتوعه ديف وسيرين وبريس انه يسيبه وهيدوله كل اللي هو عايزه، لكن الشيف بيرفض وبيخلي مساعدينه يرموه في البحر، وبيديلهم سلويك استراحه علشان يهدوا اعصابهم. وفي الوقت ده مارجو بتروح له الاوضه وبتمدح فيه عشان يثق فيها وبتوافق انها تكون ضمن الطاقم بتاعه، وبيسالها سلويك اذا كانت تعرف رجل الاعمال ريتشارد ولا لا، فمارجو بتقوله انها كانت في علاقه معاه زمان لكنهم اتخانقوا مع بعض في يوم وانفصلوا. وبعدها بيأمر الشيف سلويك الزباين انهم يخرجوا بره المطعم معاه علشان يعرفهم على كاثرين المساعده بتاعته اللي هتقدم الطبق السادس. وبتحكي لهم كاثرين ان الشيف حاول يعتدي عليها من فتره وصدته اكتر من مره، لكن الشيف سابها تشتغل في المطعم عشان ما يظلمهاش وكمان بيديلها اجر عالي، وده اللي خلاها تسمي الطبق اللي جاي غباء الراجل. وبتروح كاثرين بعد كده للشيف وبتطعنه بالمقص في رجله، لكن الشيف ما بيتأثرش، وبعدها بتطلب من الستات انهم يدخلوا معاها المطعم. اما الرجاله فالشيف بيتفق معاهم يديلهم مهله 45 ثانيه عشان يهربوا من الجزيره، واللي يقدر يختفي منهم هيكافئوه بانه هيخرج هو ومراته من الجزيره بامان، اما اللي رجالته هيمسكوه هيدفن فيها. وفي الوقت ده بيكونوا الستات دخلوا المطعم عشان يستمتعوا بالطبق السابع، وبتقول ان لمارجو انها عرفت ان جوزها كان بيخونها معاها. مارجو مش بتنكر وبتقول لها ان اسمها الحقيقي ايرين وانها كانت في علاقه مع جوزها لكنهم انفصلوا. وبيسال الستات كاثرين ايه اللي ممكن يعملوه عشان يهربوا من الجزيره هم كمان، فبتقول لهم كاثرين ان مفيش مجال للهروب النهارده وان كلهم هيموتوا في الجزيره بعد ما يتقدم لهم الطبق الاخير. فبيفهموا ساعتها ان هي كمان مختله عقليا زي الشيف بتاعها، ولان ال 45 ثانيه ما كانوش كفايه للرجاله انهم يهربوا، فبيقدروا مساعدين الشيف يمسكوهم ويرجعوهم للمطعم تاني في اقل من دقايق. وبعد شويه بيدخل الشيف وبيفاجئ الكل ان تايلر كان عارف انهم هيموتوا النهارده، ومع ذلك قرر انه
يجي وأجر بنت ما يعرفهاش عشان تمثل دور حبيبته بعد ما حبيبته الأصلية سابته بسبب تفاهته. وبتتصدم مارجو لما بتتأكد إن الكلام حقيقي وإن تايلر جابها معاها وهو عارف إنه هيكون سبب في موتها النهاردة. وبتقوم مارجو من على الترابيزة وبتفضل تضرب فيه. وبعد كده بيطلب الشيف من تايلر يطبخ لهم وصفة على مزاجه عشان يشوف إذا كان هيقدر يستغل خبرته في التذوق ولا لأ. وبيظهر على تايلر القلق والتوتر في الوقت ده، فبيفقد تركيزه وبيطبخ أكلة سيئة ما بتعجبش الشيف. فبيقرب الشيف منه بيقول له كلام بصوت واطي. فبيخرج تايلر من المطعم بعدها وبينتحر في الأوضة اللي جنبهم. وبيطلب الشيف من مارجو تروح تجيب له برميل من الكوخ اللي في الغابة، وده عشان بقت واحدة من الطاقم بتاعه. وأول ما بتخرج مارجو من المطعم بتفكر إنها تهرب، لكنها بتكون متأكدة إن رجالة سلويك هيوصلوا لها بسهولة، وده لأنهم في جزيرة معزولة وصعب حد يخرج منها. وبعد ما بتاخد مارجو البرميل فبتفكر إنها تروح عند بيت الشيف يمكن تلاقي حاجة تساعدها تهرب. وبتتفاجئ مارجو بإن من كتر هوس الشيف بالطبخ قرر إنه يصمم بيته زي المطبخ اللي في المطعم. وبعد شوية بتوصل إلسا بيت الشيف وبتفكر تنتقم من مارجو بعد ما حست إن الشيف بدأ يرتاح لها وإنها ممكن تاخد مكانها. وبتهاجم إلسا مارجو بالسكينة، لكن بتقدر مارجو تدافع عن نفسها وبتموتها. وبتدخل مارجو أوضة الشيف واللي بتكون مليانة بذكرياته القديمة، وبنشوف بداية رحلته في الطبخ كعامل في مطعم برجر صغير، ومر بعدها بتجارب كتيرة لحد ما وصل للمكانة اللي هو فيها. وبتلاقي مارجو في الأوضة جهاز إرسال، فبتتصل بالشرطة علشان يجوا ينقذوهم. وبترجع المطعم بسرعة ومعاها البرميل عشان الشيف ما يحسش بحاجة. وبعدها الزباين بيسمعوا صوت سرينة الشرطة في الجزيرة، وساعتها بيأمر الشيف رجالته إنهم ينظفوا المكان كويس من الدم. وبيهدد الزباين إنه هيخلص عليهم هم والظباط لو حد منهم اتكلم. وبيدخل المطعم الضابط جريزمان اللي بيقول لهم إن جاله بلاغ عن جرائم بتحصل في المطعم ده، لكن طبعا الشيف بينكر وبيبلغوا إن الزباين بتوعه مبسوطين وقاعدين في المطعم بإرادتهم. وقبل ما الضابط يمشي من الجزيرة بيشوف الممثل جورج وبيقول له إنه معجب بيه وبيطلب منه يوقع له على الكارت بتاعه. وبيستغل جورج الفرصة وبيكتب للضابط إنهم مخطوفين ومحتاجين مساعدته. وساعتها بيطلع الضابط السلاح بتاعه وبيأمر الشيف ورجالته إنهم ينزلوا على الأرض. وفي الوقت ده الزباين بيكونوا فاكرين إن مشكلتهم اتحلت وإنهم هيخرجوا من الجزيرة بأمان، لكنهم بيتصدموا بعد كده لما بيعرفوا إن اللي حصل ده كان مجرد خدعة، وإن الشيف كان بيختبر مارجو وبيشوفها إذا كانت مخلصة ليه ولا لأ، لكنها خيبت توقعاته وطلعت زي كل المهملين اللي في المطعم واللي هيموتوا بعد الطبق الأخير. ولأن مارجو ما بقاش عندها حاجة تخسرها فبتقرر تلعب على غرور الشيف، فبتقوله إن الأكل ما عجبهاش وإنها عايزاه يطبخ لها حاجة مختلفة. فبيتحمس الشيف وبيسألها عايزة تاكل إيه، فبتقوله إنها عايزة تاكل ساندوتش برجر بالجبنة. وطبعا الساندوتش ده بيفكر الشيف بشغله القديم في المطعم الصغير وبيرجع له شغفه في الطبخ مرة تانية. ولما بتدوق مارجو الساندوتش بيعجبها بس ما بتقدرش تكمله وبتطلب منه تاخد الباقي معاها تيك اواي. فبيوافق الشيف على طلبها وبيسيبها تاخد الأكل وتخرج من الجزيرة والكل بيبقوا مذهولين. وبعدها بيقول لهم الشيف إن ده ميعاد تقديم الطبق الأخير واللي مكوناته هم الزباين نفسهم. وبنشوف مساعدين الشيف بيلبسوا الزباين أشكال غريبة على جسمهم وبيملوا المكان بالمواد الكحولية وبيرسموا رسومات غريبة على الأرض. وبعدها بيقرر الشيف إنه يولع في المكان كله بعد ما جنون العظمة سيطر عليه وخلاه ينتحر بالمنظر البشع ده. ومحدش منهم بيفلت غير مارجو اللي استغلت نقطة ضعفه وخلته يساعدها في الهروب كمان من غير ما تبذل أي مجهود. وبكده يكون خلص فيلمنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة ونشوفكم في فيلم جديد. ولو حابين تشوفوا أي فيلم اكتبوا لنا في التعليقات.